تعالوا نشوف شو رح نعمل اليوم. نورجيكم كيف نقلي اللحمة وكيف نسلق اللحمة. لو عنا اي طبخة بدها لحمة ناعمة، يعني بصل، هونيك عنا اللحمة، مو شرط اي نوع، شقفة كاملة، اي نوع يعني من انواع اللحمة. نحن هون ضاني ريش، ممكن مثل ما اتفقنا ان كان شقف او قطعة كاملة. اول شغلة بنحطهم ومن نخليهم يتقلوا ياخدوا وش من الزفر، طبعا على غاز العالي، نار عالية. بنغطيهم، بعدين نرجع نقلبهم على الطرف الثاني، بنرجع بننوص شوي تحته هيك لحديت بتروح كل المي او الزنخ او الزفرة تبعهم. تمام. هلا هون انا حاطة بصل، اللحمة السمنة. تمام، كمان نفس الشي. هلا بنقلبهم ببعضهم وبنغطيهم لحديت ما ياخدوا لون من السفل. طبعا مو يحترقوا او يتأمروا، لا لا، بس هيك بنزلوا ميتهم. تمام. هلا شايفين شلون اخذوا اللون. تمام. هلا نحن بدنا اللون نفسه كمان من السفل. هلا تعالوا نشوف كيف بلشت اللحمة تاخد اللون. هلا دايما اللحمة لازم تنزل سوائل. تمام، هاي السوائل اللي فيها شايفين، هاي اللي بتعطيها طراوة انتي وعم تقليها حتى ما تقرمد معك. هلا في درجة لازم نعرف انه ما نخلي اللحمة تقرمد معنا. بس تنشف المي خلص بنطفي عليها، تعتبر استوت. هاي الى اي نوع حشوات. تمام، يعني اي نوع حشوة، اي نوع طبخة تشتغل لها، او حشوة لأي معجنات او السمبوسة يعني. هلا انا بدي احط الفلفل، بحط الملح وقلبهم مع بعضهم. انا بس ما بحط غير هيك، حسب نوع الاكل كمان يعني. هلا اكلتي ما بتتطلب غير ملح فلفل. هلا هون هاي اللحمة. تمام، شوف شلون المي بتطلع منها، ميتها هاي بنخليها تنشف يا بنكبها. تمام، وبعدين بنحط المي، لتر مي، بصل، قرفة، هيل، قرنفل، يعني الشغلات اللي بتحبوها. تمام، بنتركها لتغلي المي، وبعدين بنرجع بننزل الغاز شمعة. خليها تاخد ساعة ساعتين حسب نوع اللحمة ما تنسلق. بس بالطنجرة العادية يعني بتاخد مو أقل من شي ساعتين، ساعة ونص. هلا هون حطينا البصل، حطينا المطيبات. تمام، باقي المي بس. هلا هون حطينا المي، حطيت لتر مي لإلهم. تمام، ما بحط ملح، الملح بس تستوي آخر الشي. هلا بس تغلي المي بننوص تحتهم شمعة، خلص نتركهم ليستوي. هلا هون شايفين شلون نسبة المي، سمنة ومي ومية البصل. تمام، بس شوفوا شلون اللحمة على نار هادية عم قليها ومغطيتها، بتقلى معكم بتستوي تماما. تمام، ما بتقرمد هيك لتنشف ميتها. بعدين بنقيمها بنحطها بصحن تبرد، وانتو شو بدكم تعملوا فيها، تحشوا فيها. فيكم ما تحطوا بصل، فيكم تحطوا بصل، كل واحد حسب شو بيحب او حسب طبخته. تمام، نوع الطبخة اللي عم يعملها. هلا انا ما بقي لها كتير، يعني يا دوب تنشف المي خلص بطفي تحتها، ما بتركها اكتر بتقرمد تصير يابسة، ما بتعود تتاكل كوشوك، يعني ما لها طعم. اما كل ما كانت طرية هي اظرف الاحسن. تمام، شوفوا شلون المي تقريبا يعني بدأت تدخل. شايفين كيف طلعت؟ ما احلاها مفلفلة، ما احلاها. لما بيقولوا لنا انه اللحمة مفلفلة يعني فعلا انه ظريفة. تمام، ما فيها مي، ما احترقت. تمام، مثل ما قلت لكم الخلاصة فيها انه بنقليها اول شي على نار عالية
بعدين بنعطيه رشة ملح، بننوص تحتها، بننزل الغاز يعني، بنخليه شمعة بنغطيها، وبعد ما تبلش تنزل ميتها بنحط لها الفلفل والملح او البهار اللي بدكن اياه. هاي اللحمة هون بلشت تغلي المي تمام. هي مع البصل تمام. هلا بنوص او بننزل الغاز شمعة بنغطيها، خليها تاخد وقتها ساعة ساعتين وهو. تعالوا نكمل اللي سويناه هلا. هون بعد ما حشينا الكوسايات وحطينا اللحمة بقلبهم الحشوة اللي عملناها تمام. وعندنا الزيت حطه بقلبهم. هلا فينا نساويهم بالسمنة، مثلا معلقتين سمنة، تقلاية خفيفة، فينا نقليهم قلية كاملة بس نحاول نخلي اللون فاتح. هي هيك بعد ما قليناهم تمام. هون عم نطبخ المحشي. نسوي باذنجان تمام، باذنجان تحت وكيسة فوق. تعالوا شوفوا هاي صوص المرقة تبع المحشي. وهون هاي بعد ما سكبناه، شايفين ما أحلاها. هاي الباذنجان، هاي اللحمة بعد ما سلقناها. تفضلوا معانا.